صناعة المحتوى. في الوقت الحالي اللي احنا عايشين فيه ده اعتقد ان صناعة المحتوى اصبحت منتشرة جدا، وفي الوقت الحالي اللي احنا موجودين فيه ده اعتقد المنافسة في صناعة المحتوى برضو صعبة. بصراحة العالم كله اصبح صناع محتوى. طيب هي دي حاجة حلوة ولا وحشة؟ ولو انا لسه جديد وعايز ادخل في الموضوع، ادخل ولا بلاش؟ هذا ما سنتحدث عنه في هذه الحلقة. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج مش توتوريال. لما نيجي نتكلم عن صناعه المحتوى اصبحت دلوقتي جباره. انا تقريبا ببقى قاعد على الانستجرام او قاعد على التيك توك، كل ما اقلب في الموبايل لازم الاقي في كونتنت كريتور طالع بيكلمني في حاجه ما، مونتاج، تصوير، معلومات عامه، حاجات كتيره. وشايف ان بسبب موضوع الريلز والشورتس فالناس بدات ان هي تبعد شويه عن اليوتيوب. فعايز كده ارتب لكم افكاركم عن لو انت عايز تدخل مجال صناعه المحتوى، او انت اصلا هناك بس عايز ان انت تتطور، تبتدي تفكر ازاي بالاسلوب ده، وانهي بلاتفورم تدخل عليه، ومزايا وعيوب البلاتفورمز. عندنا كلام كتير قوي في الحلقه دي. اخبط لايك وسموا الله عشان عندنا كلام كتير. اوكي، نصيحه رقم 1: طز في الاكويبمنت وطز في الكاميرات وطز في معدات التصوير، ولا تركز في اي حاجه من الحاجات دي، وركز فقط ان انت تروح تنتج حلقه كامله. ايه ده؟ استنى يا معلم، انت بتقول ايه؟ انا بقول لك الحقيقي، انا بقول لك ان انت طول ما انت موقف نفسك ومعطل نفسك ان انت تشتري احسن كاميرا، او ان انت تشتري احسن مايك، او ان انت تجيب وحده اضاءه، او كل ده معطلك عن ان انت تنتج كونتنت اصلا. كل دي حاجات كلها في دماغك وملهاش اي موقع من الاعراب. روح وركز، بدل ما تركز في الوقت اللي انت هتدور عليه ان انت تشتري كاميرا، او ان انت تشتري لابتوب، او ان انت تشتري، ركز في ان انت ايه احسن بدايه تطلع بيها، او ايه السكريبت، او ايه نوع الكونتنت اللي انت هتقدمه، الناس هتحب انهي طريقه ليك. روح ضيع وقت في ده احسن بكتير قوي ما تضيع وقت في ان انت تشتري ايكويبمنتس ولا ليها لازمه. ليه يا عم مصطفى بتقول كده؟ بقول كده لان في الاول انت بتبقى متخيل ان معادله حكم الناس في الايكويبمنتس بتاعتك وفي شكلك عامل ازاي، ولكن في الحقيقه غلط تماما. معادله حكم الناس في التوبكس بتاعتك، في طريقه كلامك قدام الكاميرا، سردك لحدوته الفيديو بتاعك كانت عامله ازاي، ادائك قدام الكاميرا، اسلوبك، هيئتك، كاريزمتك، ضحكتك، طبيعتك، تلقائيتك. حاجات كتيره جدا هي اللي الناس هتدور عليها في الاول، ولا هيدور على تصوير ولا هيدور على اي حاجه. هديك مثال. الناس ليه بتتفرج على كونتنت؟ علشان الفضول. طول ما انت عندك فضول تعرف المعلومه هتكمل الحلقه لحد الاخر. لو فقدت الفضول اذا لا يمكن ان انت تتفرج على الحلقه. فبالتالي المشاهد اكتر حاجه بيركز فيها يا سيدي المعلومه، ولا التصوير ولا الاضاءه ولا الكلام ده كله. وده مش كلامي. بص على اي صانع محتوى او اي يوتيوبر انت قابلته في حياتك، وبص على بدايته في اليوتيوب كانت عامله ازاي، وشكل فيديوهاته في الاول كانت عامله ازاي، وبص للنتيجه اللي وصل ليها عندك. انا على سبيل المثال خش جوه الصفحه عندي واتفرج على الفيديوهات القديمه كانت عامله ازاي، وبص دلوقتي الاضاءه والسيت اب والحبشتكنات. عادي، كل ده هيجي مع الوقت، ولكن هتلاقي ان نفس الشخصيه اللي بتتكلم قدامك قدام الكاميرا دي هي نفس الشخصيه اللي موجوده من زمان. طريقه سردي للفيديوهات اعتقد هي واحده اذ لم تكن احسن. هو ده اللي انت المطلوب منك تركز عليه. النقطه الثانيه، انت هتتكلم عن كونتنت معين مثلا زي المونتاج او التصوير او ميك اب، فاشون، معلومات عامه، ايا كان. طب مصطفى، هو المشاهد ليه هيجي يتفرج عليا انا ومش هيتفرج على غيري؟ اقول لك يا معلم ببساطه شديده جدا، ارجع كده فلاش باك ايام المدرسه، هتلاقي ان كان عندك مدرسين، 3 مدرسين رياضه، و5 مدرسين فيزياء، و4 مدرسين كيمياء، ولكن كان في واحد انت بتحب اسلوبه، وواحد تاني انت ما بتحبش اسلوبه بس صاحبك بيحب اسلوبه. اذا الاسلوب هو اللي بيفرق في المحتوى. انا زي ما بعمل كونتنت عن المونتاج والتصوير والسينما، اعتقد دلوقتي بقى في 500 الف حد بيعمل كونتنت زيي، ولكن سيبقى العنصر الرئيسي هو في الاسلوب. مصطفى في ناس بتحب اسلوبه، وفي ناس بتشوف اسلوب مش كويس بالنسبه لها. ركز في الناس دي، ازاي تطور اسلوبك بحيث ان انت تطور التارجت سيجمنت بتاعك، الناس اكتر بكتير تبتدي ان هي تتفرج عليك. النقطه الثالثه، مهم جدا في صناعه المحتوى ان انت يكون عندك استراتيجيه معينه هتمشي عليها. يعني اكتب مثلا في الاول 10 حلقات، ال10 حلقات دول روح وصورهم ونزلهم للناس، وشوف كومنتات الناس هتقولك ايه على طريقه كلامك، هتقولك ايه على طريقه كتابتك. خد راي الناس، لان افتكر كويس جدا يا صديقي ان انت اول فيديوهات انت هتنزلها في حياتك هي اصعب فيديوهات هتعملها. الطلعه هي اصعب حاجه في اللعبه.
مجرد ان انت تنزل فيديو والتاني والتالت خلاص بتبتدي تشوف نفسك وبتبتدي تحلل نفسك وبتبتدي تشوف اراء الناس وبتبتدي تذاكر اراء الناس كويس جدا، فبتبتدي ان انت تتطور واحده واحده. مهم ان انت تفضل طول الوقت تتابع الكونتنت بتاعك وتفهم. النقطه الرابعه، ايه اصعب حاجه في الكونتنت؟ اعتقد هيجي في دماغك التصوير، ناس تانية هتقول لك الاضاءه، ناس ثالثه هتقول لك المونتاج، ناس رابعه هتطلع تقول لك انا هتكلم ازاي قدام الكاميرا، وهينسوا اهم نقطه في الموضوع وهي الفكره. ايه فكرتك في الكونتنت؟ ايه الحاجه الجديده اللي انت هتطرحها؟ هو ده السؤال. انا النهارده هشرح مونتاج زي 50,000 كونتنت كرييتور موجودين وبيتكلموا عن المونتاج، ولكن اسلوبي والتوبيك والكلام وطرحي للموضوع وحلولي وعرض المشكله وحل المشكله هو ده اللي هنا هتتطور واحده واحده. مهم ان انت تفضل طول الوقت تتابع الكونتنت بتاعك وتفهم مشكله وهتحلها، مش مجرد ان انت تعرضها. لما تيجي تتفرج كده على صناع المحتوى يقول لك ايه، عايز تعمل تكنيك مش عارف ايه ومش عارف، تعالى وانا هقول لك الحل. يبقى انت كده حطيت المشكله وحطيت الحل. مثلا من الكونتنت اللي انا بحبه قوي الحاجات اللي هي غلط بنعملها في لبسنا. انت لما بتيجي بتلبس مش عارف ايه غلط، لا ما تلبسش كده، تعالى وانا هقول لك ازاي. اذا هو بيطرح المشكله وبيوريك الحل. فمهم جدا ان انت تفكر في شكل المحتوى بتاعك وشكل الحلقه، فين المشكله وفين الحل. مثال الحلقه اللي حضرتك بتتفرج عليها دلوقتي هي مشكلة صناعة المحتوى، تفكيري مع صناعة المحتوى والأفكار الغلط اللي موجودة جوايا، وأنا بقول لك الحلول من خبرتي. إن ما تفكرش بالأسلوب ده. لو أنت فقدت فضولك مشيت، فأنا لازم طول الوقت طول الحلقة أفضل ألعب على الفضول والنقط المهمة اللي أنت محتاجها فعلا. حلوة. النقطة الخامسة، الفكرة والطرح يتغلبوا دايما على كل التكنيكاليتيز اللي موجودة في دماغك اللي هي ملهاش أي مقام الإعراب. نيجي للنقطة السادسة. أيوة بقى، أبتدي فين يا عم مصطفى؟ أبتدي ريلز على تيك توك وانستجرام ولا شورتس على اليوتيوب، ولا أبتدي بحلقة كاملة على اليوتيوب وحلقة طويلة؟ أعمل إيه؟ بصوا يا جماعة، أنا هعرض لكم الموضوع أو هفهمكم الموضوع بشكل وانتوا صناع القرار. أعلى افريج في صناع المحتوى دايما هو اليوتيوبر، واصعب فيديوهات في المحتوى هي فيديوهات اليوتيوب. ليه؟ لان هو فيديو طويل معتمد على تصوير طويل، كلام كتير، سكريبت كتير، ديوريشن اطول بكتير. فصعب بصراحه، يعني سهل ان انا اشدك في فيديو لمده دقيقه، بس صعب جدا ان انا افضل شدك في فيديو مدته 12 او 13 دقيقه. ثانيا، في بعبع كده لما ربنا يكرمكم في صناعه المحتوى اسمه بعبع الالجوريزم، عدو لدود لاي صانع محتوى. اكرر، الالجوريزم عدوك اللدود. المهم بقى يا سيدي او يا ستي، الالجوريزم ده ان انت تفضل تتحايل عليه وتلعب بفيديو طويل معاه وتخلي اللي قاعد بيتفرج عليك طول الوقت او اكبر وقت ممكن. من هنا بتبتدي المعادله. ياتي بقى بعد كده الانستجرام ريل والتيك توك والكلام الجميل ده. الكلام ده معتمد على سرعه في المعلومه اكتر بكتير قوي من اليوتيوب. يعني اليوتيوب فيه براح شويه من الهات والخد في الكلام والهزار والحاجات اللي احنا بنعملها دي. على الانستجرام لا، الحياه لازم تكون طق 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 طق، ده حتى النفس شيله في الانستجرام. فبالتالي لما تيجي تعمل فيديو مدته دقيقه، لا انت مطلوب منك تشيل كل الكلام اللي ملوش لازمه. مفيش مقدمات، بتخش في الموضوع على طول، بتطرح المشكله وبتقول حلها. وكل ما الفيديو بيكون اقل من الدقيقه كل ما يكون الفيديو بيكون اعمق بكتير. فبالتالي فكره ان انا اعمل كونتنت بقى دقيقه او اعمل كونتنت قصير او اعمل كونتنت طويل ستبقى بالنسبه لك انت. بصوا يا جماعه، بلاش تعطيل كتير عن ان انت تحاول تقوم تعمل كونتنت. جرب اعمل حلقه بالموبايل بتاعك، مش لازم تروح تستنى مايك عشان تروح تعمل حلقه. جرب عادي جدا، شغل كاميرا الموبايل واعمل حلقه من غير مايك من غير اي حاجه بالهيدفون بتاعت الموبايل. حاول ان انت تجرب دايما تطلع اللي عندك للجمهور بسرعه وتاخد الفيدباك بتاعهم، احسن بكتير ما تفضل قاعد حاطط ايدك على خدك ومستني ان انت تجيب احسن كاميرا ومستني ان انت تجيب احسن عده تصوير. واصلا كل ما بتتعمق في الموضوع وكل ما بتعرف ان مفيش اصلا حاجه اسمها احسن او اوحش، في حاجه اسمها انا معايا او مش معايا. النقطه السابعه، مش عايزك اول ما تبتدي محتوى تبتدي ان انت تبص على حاجتين، فيوز او فلوس. الاتنين فيهم قوس خالص. انا اول ما بدات ارقامي ما كانتش زي الارقام دي خالص. كل اللي عليك ان انت تبتدي تنزل اكتر وتشوف ايه راي الناس، تنزل اكتر وتشوف ايه راي الناس. والالجوريزم عايز دايما استمراريه، يعني عايز دايما ان انت تفضل موجود وبتنزل طول الوقت. بص، اتس ا فول تايم جوب، لازم تبقى مستمر طول الوقت. دي اصعب حاجه مع الالجوريزم. ده ياخدنا نقطه مهمه جدا، هل انا داخل صناعه المحتوى علشان اعمل منها فلوس؟ اوكي، من حقك ان انت تختار كصانع محتوى ان انت تعمل فلوس من صناعه المحتوى، بس في حاجه تانية هغششها لك ممكن تكون احلى في صناعه المحتوى، هي ان انت تعمل براندنج لنفسك. يعني ايه براندنج لنفسك؟
يعني ان انت تستخدم شهرتك ان هي تخدم على البيزنس بتاعك. حلوه دي. يعني مش لازم ان انا دخلي يكون من خلال اليوتيوب، ولكن لما هبقى مشهور وهبقى صانع محتوى هيبقى في فرص كتيره جدا مفتوحه لي ان انا اشتغل مع شركات، او ان انا اعمل كولاب على اعلانات، او ان انا اتاخد بطل في اعلان مش عارف ايه. في فرص اكتر بكتير ممكن تتفتح لك من ان انت تعمل فلوس من فيديو على اليوتيوب، انت تعمل كولابريشن على حاجه. شركه ميه مثلا تقول لك كلمنا عن الفيديو ده، شركه كمبيوتر تقول لك اعمل لي ريفيو عن مش عارف ايه، بتطبخي في المطبخ فسمنه روابي تيجي تقول لك اعملي لي مش عارف ايه معايا، وهكذا. فبالتالي لازم طول الوقت ككونتنت كريتور ابعد عن الفيوز وابعد عن طلبك للفلوس، وركز بس ان انت تستبلش نفسك وتشغل الالجوريثم معاك وتعلي المشاهدات بتاعتك. هتعلي المشاهدات ازاي؟ بالاستمراريه. تضرب في سنه، تضرب في 2، تضرب في شهر، تضرب في 3 فيديوهات، الله اعلم. ومحدش قادر يحط لها مديول، يحط لها كده فورمات يقول لك اعمل كده، بس كل اللي قادرين عليه نقول لك استمر، ما تبصش على الارقام، بص على ان انت ازاي تطور في المحتوى بتاعك. بعد كده ربنا يكرمك وهتجيب سبوت لايت حلو زي ده واضاءه حلوه زي دي، وهتطلع بالمنظر ده، وهتجيب كاميرا حلوه زي اللي انا حاططها دي، وربنا هيكرمك واحده واحده. انا خلصت الحلقه، يا رب تكون كانت حلقه مفيده بالنسبه لكم. قولوا لي في الكومنتات والنبي هي حلقه مفيده ولا لا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، واشوفكم في حلقه جديده من برنامج مش توتوريال، واشوفكم في حلقه جديده من برنامج مش توتوريال.